السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الآن للمواجهة المنتظرة في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة. مواجهة قوية جدا تجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب البرازيل، مباراة تعتبر الامتحان الأصعب للجيل الحالي بعد مسار مليء بالدراما، السقوط ثم العودة من بعيد. المنتخب المغربي بدأ البطولة في المجموعة رقم 2، وكانت مجموعة صعبة جدا ضمت اليابان والبرتغال وكاليدونيا الجديدة. البداية لم تكن مثالية. خسر المنتخب المغربي أول مباراة أمام اليابان بنتيجة 2 دون رد، وبعدها تلقى الهزيمة الأكبر أمام البرتغال بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء. نتائج جعلت الكثير يعتقد أن المغرب خارج البطولة بنسبة كبيرة، وأن الطريق انتهى عند دور المجموعات. لكن الحقيقة أن المنتخب المغربي عاد بقوة، وقدم أكبر درس لكل المشككين بعدما حقق انتصاراً تاريخياً وغير مسبوق على منتخب كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16 هدفاً دون رد، وهو أكبر فوز في تاريخ كأس العالم بجميع فئاتها. هذا الفوز أوصل المغرب إلى دور 32 كأحد أفضل المنتخبات. صاحبة المركز الثالث بعدما جمع 3 نقاط وسجل 16 هدفاً واستقبل 8 أهداف بفارق الزائد 8، وهي أرقام جعلته يضمن التأهل عن المجموعة الثانية في دور 32. واجه المنتخب المغربي منتخب الولايات المتحدة، وكانت مباراة صعبة جدا انتهت بالتعادل هدف لمثله، قبل أن يحسمها المغرب بركلات الترجيح 4-3 ليكمل طريقه بثبات وثقة كبيرة. ثم لعب المنتخب المغربي دور 16 أمام منتخب مالي، واحدة من أقوى مباريات البطولة. ورغم قوة المنتخب المالي، إلا أن المغرب قدم مباراة قتالية وفاز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، ليعلن رسمياً وصوله إلى ربع النهائي لأول مرة بهذا الشكل التاريخي. الروح القتالية، الشخصية والعودة من بعيد كلها عوامل جعلت المنتخب يظهر بصورة قوية ومقنعة. والآن المغرب على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام البرازيل تحت 17 سنة. ستلعب المباراة يوم الجمعة 21 نوفمبر على الساعة 3 زوالاً بتوقيت المغرب على أرضية أكاديمية أسابير، ملعب منصور مفتاح، الملعب رقم 7. مباراة صعبة لكنها ليست مستحيلة، خصوصاً مع الدفعة المعنوية الكبيرة بعد آخر انتصار. أما عن القنوات الناقلة فسيتم نقل المباراة على قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق جواد بادة، وهذا خبر مفرح لكل الجماهير المغربية التي تنتظر هذه المواجهة. نتمنى إن شاء الله أن يواصل المنتخب المغربي رحلته التاريخية ويحاول تخطي منتخب البرازيل والوصول إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه. أخبروني في التعليقات ما هي توقعاتكم، وهل يستطيع المنتخب المغربي صناعة المفاجأة؟